على الرأس منا حتى رأس الجنائز. قصوا رؤوس الجنائز وودوا لها إياهم ويأخذون عليها 1000 دولار. إذن هذا أيضا خط السفياني. هؤلاء الذين هم في العراق، الذين هم أعداء لأهل البيت عليهم السلام، الوهابيون كلهم خط السفياني. داعش هذه أيضا خط السفياني مهما كان خط. والسفياني متحالف مع اليهود، وهذول داعش وين جرحاهم؟ 1500 جريح تعالجهم إسرائيل، متحالفين معهم هؤلاء. إذن هؤلاء خطه، لكن السفياني لم يأتي. إخواني الأعزاء، الآن ما نشهده في العراق هذه موجة محاولة من السفيانيين أن يسيطروا على العراق، ورح يخسرون، ثم تسقط عاصمتهم الرياض، عاصمة الداعش والقاعدة والوهابية وابن تيمية كلها. وعدنا الله عز وجل أنه آخر من يحكم الحجاز اسمه فلان، وأن ملكهم ينكسر كالزجاجة تقع من يد أحدكم فجأة، دفعة واحدة، ويصير صراع بينهم شديد، وصراع قبائل بينه، وتضعف حكومتهم أي ضعف. هذا موعودين به. إذن الآن ما هو موجود في العراق ينتهي 2-3 باعتقادي كلها، ينتهي نهائيا، يطهر العراق، وذول كلهم يتجمعون ينسحبون إلى دير الزور. دير الزور فيها معركة موعودة، مأدبة الله من لحوم الجبارين، مأدبة تشبع طيور السماء وسباع الأرض من لحوم الجبارين. من هم؟ الله يعلم. هذول الداعشيين طرفهم تركيا، طرفهم الأكراد. أنا أقول البرزاني ما دام جاي يتخابث هذا الخباثة، إذن الله يسلط عليه الدواعش، ما دام يتخابث هالخباثة ويستغل الفرصة. وما يوفي البرزاني لو كان وفيا لمواقف مراجعنا، مواقف الشيعة معهم، ما كان يستغل هذه الفرصة ويخون هذه الخيانات. شريك في الخيانة، في خيانة تسليم الموصل، والآن خيانات المتكررة اللي يفعلها مع الأسف، ولعله يكون هو طرفا فيها. المهم عندنا معركة على حدود العراقية السورية التركية، الأتراك طرف فيها، ونحن لسنا طرفا في هذه المعركة الموعودة. بعد هذه المعركة تقع أحداث، لازم يسقط النظام في الحجاز، ولازم يقع الخسف في الشام. إذا وقعت الزلزلة والخسف في الشام وراح بها 100,000 وصار خسف في الأرض، وحينئذ بعدها يخرج الأبقع على الأصحاب. هنا تبدأ علامات السفياني. إذن كلها قبلها ليست علامات السفياني أيها الإخوة الأعزاء، لا تستعجلوا. لا السفياني يحكم العراق ولا يجي للعراق ولا هؤلاء. نعم خطه خط السفياني المعادي لنا، خط السفياني هو هكذا. اللي يقول عوف السلمي رواية، شخص يخرج من الموصل، الآن خرج من الموصل، الآن هذا هذا النقشبندية خرجوا من الموصل، الداعشيين خرجوا من الموصل. المهم عوف السلمي مذكور أنه شخص يخرج من الموصل ومأواه بتكريت ويقتل في الشام. ما نعرف على من ينطبق هذا التعبير، وروايته أيضا مرسلة وغير مسندة. إذن ما يجري الآن في العراق أيها الإخوة الأعزاء هو موجة وهابية في خط السفياني، وتخسر تنكسر وينتصر فيها المؤمنون، والحمد لله أنتم بألف خير. الآن الجو العالمي كله معكم، الجو العالمي كله يعرف أن هؤلاء ذول عندهم كتاب اسمه إدارة التوحش. يعني كيف يستعملون الوحشية، كيف يأتمون بجنكيز خان بالمغول، اللي كيف يكونون وحوشا إمامهم الوحش وهم التوحش، يقولون وين رسول الله رحمة للعالمين. هؤلاء كتاب إدارة التوحش، أنه كيف تضرب أنت بوحشية وتقتل وتخوف الناس حتى يخافون منك. إخواني الأعزاء، كونوا على ثقة بأن هؤلاء جبناء
وأن الموج لكم والحمد لله رب العالمين. بعد فتوى المرجعية هؤلاء الدواعش كلهم لما تصدى لهم فرع من الشجرة النبوية هذا السيد الطاهر المرجع وأفتى وشهر سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأوا هؤلاء ينحسرون. ما تشوفوهم الآن يطلعون من تكريت لابسين عبي نسوان، هؤلاء هم يبدأون ينهزمون كلهم وينظف